ماذا يحدث داخل كيان ومنظومة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة؟ إيه اللي حصل وإيه اللي جرى لنادي الزمالك خلى يبقى فيه تخبط إداري بالشكل ده وتراجع وانهيار فني بالنسبة لفريق كورة في الأداء وفي المستوى وفي النتائج الفترة الأخيرة؟ والكلام اللي أنا بقوله ده مش من دلوقتي، يعني مش من مباراة المحلة أو مباراة النادي الأهلي، لا، الزمالك في الوضع وفي المشاكل دي من بداية الموسم، بس المكاسب كانت بتداري على حاجات كتيرة وكانت بتغطي على العيوب اللي موجودة سواء داخل النادي بشكل إداري أو داخل الفرقة بشكل فني. إنما لما بدأت تخش مرحلة الجد أمور كتيرة ظهرت. أنت بتتكلم في فرقة من المفترض إن هي بطل دوري، آخر 5 مباريات في آخر شهرين ليهم واخدين نقطتين من 15 بوند، تعادل قدام المقاولين، خسر من أسوان، اتعادل قدام الداخلية، خسر من النادي الأهلي، والنهاردة بيخسر أمام غزل المحلة اللي